يا مساء الفل، هنعمل مع بعض النهاردة سندوتشات الشاورما، يلا مع بعض نقول الطريقة. علبة زبادي، ربع كوباية زيت، وكيس بهارات شاورما في أي سوبر ماركت هتلاقوه موجود، ومعلقتين كبار خل، ومعانا كيلو لحمة متقطعة تقطيعة شاورما. أضيف الخل على اللحمة، وبعدها الزيت، بعدها الزبادي والخل بيطروا اللحمة حلوة قوي. وآخر حاجة بهارات الشاورما أنزلها وأقلب. أقلبها كويس قوي، وبعدها أحطها في علبة وعلى التلاجة على طول. ممكن أقعدها 4 ساعات، قبلها بيوم تبقى أحلى وأحلى. يلا مع بعض نعمل طريقة المايونيز. معانا بيضتين، معلقة ونص كبيرة خل، ليمونة، ومعلقة صغيرة ملح، وكوباية ونص زيت. أول حاجة هننزل بالبيض في الخلاط، وبعدها أنزل بالخل، وبعدها الليمون، وبعدها أنزل بمعلقة الملح، وآخر حاجة أنزل بالزيت واحدة واحدة بالشكل ده. أبص عليه ألاقيه محتاج زيت، أحط له تاني لحد ما يوصل للقوام ده، يبقى جامد معايا بالشكل ده. وكمان لسه لو حطيته في التلاجة بيجمد أكتر. بصوا بقى قوامه بقى عامل ازاي، عامل زي الكريمة، من غير تكتلات ومن غير أي حاجة. بعد ما نخلص نحطه في التلاجة يجمد شوية، وبعد كده نبتدي نستخدمه عادي. نبتدي بقى نجهز للشاورما على النار. نحط زيت وانزل باللحمة واحدة واحدة. تمام. بعدها نقلبها كده،
بتبقى على نار وسط. بقلب شوية هتلاقيها منزلة شوية مية كده في النص، دي نازلة من اللحمة نفسها. بستنى لها شوية والمية كده كده بتنشف لوحدها. أبهر اللحمة شطة وفلفل أسود، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة، والملح بتاعنا. وبعد ما اللحمة استوت معايا عايزة اديها طعم الشوي كده شوية، اجيب ورقة ألمونيوم فويل واحط فيها فحمة وشوية زيت واغطيها كويس قوي. اظبطها كده وبعد كده انزل بالزيت عليها. الدخانة دي اللي بتخلي ريحة اللحمة تحفة. هنجهز 3 بصلات وليمون مخلل او اي نوع مخلل عندي وسماق وبطاطس محمرة، وعندي تومية. هبقى انزل لكم الوصفة بتاعت التومية. وده المايونيز اللي احنا عملناه مع بعض بعد ما طلعناه من التلاجة. بس القوام جامد ازاي، بالشكل ده. ودي اللحمة معانا. هنجيب السماق ونحطه على البصل. السماق بيدي طعم مزازة كده فيها شوية. وبالنسبة للمخلل أي نوع مخلل جاهز عندك، خيار، فلفل، بصل، ليمون، أي حاجة، دي حاجة اختياري. أقلب كده السماق مع البصل. أجيب عيش الشاورما، أحط معلقة مايونيز ومعلقة تومية وأحاول أفردها كده. بعدها أرص البطاطس بالشكل ده. السندوتشات في البيت بتبقى أنضف وأحسن 1000 مرة من اللي بره. بعدها أنزل باللحمة، أوزعها كده بالشكل ده. وبعدها أنزل بالمخلل. وفي الآخر أنزل بالبصل. أقفل من الجنبين واحدة واحدة وألفها. في عندي طريقتين للسوا. طريقة إن أنا أدهنها زبدة أو سمنة وأدخلها الفرن، أو الطريقة التانية على الجريل عادي.
دي أو دي الاتنين واحد. اضغط عليها بالشكل ده، اقلبها كويس من كل الاتجاهات لحد ما تستوي وتاخد اللون الذهبي ده. اطلعهم وده بيكون شكلها في النهاية. بطاطس محمرة ومايونيز والشاورما وحاجة في البيت بإيدينا نظافتنا، واثقين احنا عاملين ايه احسن 1000 مرة من المحلات والشوارع. صحة وعافية للي جربها، يا رب تكون عجبتكم.